بسم الله. اليوم ان شاء الله عندنا دجاجة تبلتها انا نفس التتبيلة الفيديو السابق. فهسه ايش راح اسوي؟ راح افتحها هسه من ظهرها، تتبعون هنا حضرت سكينة وراح افتحها نفس الفتحة من ظهرها هيك. تشوفون هسه هسه راح اجيب المطرقة، هاي المطرقة، واكسر العظام اللي موجودة بيها حتى اسحبها. تشوفون هيجي. هسه بس اعدل الصدر والاجنحة هيجي واكسر كسرها كلها. هسه يعني بعد ما ان شاء الله ضربتها بالمطرقة تشوفون، وشلعت الأجنحة هياتها، الأجنحة مالتها والرقبة، وهاي بكم عظم شلعته. هسه راح أبدي على كيفي بالسكينة أطلع. هسه هذا شوفوا العظم أني هذا كسرته للعظم حتى أوريكم زين بالكاميرا. هسه راح أفتح بس بدون ما أجرحها من هنا، طلع شكو عظم بيها. هذا تشوفون عماني مكسرته هياته. شوية الشغلة يبعد لها صبر. هذا تشوفون هاي عظمة، هياته هاي المخة، هاي العظمة المخة. هاي شوفون سام شوي بالسكينة. لحد ما اشلع يعني اسحب كلش العظام اللي موجودة بيها حتى بعدين اعرف شلون احشيها. هاي عظمة كبيرة يشوفون شلون. هاي عظمة همينة. شوفوا هاي عظمة، وهاي المخة العظمة. راح تشوفون. هسه هذا هنا الفخذ ظلت بس هاي العظمة. هسه هنا هاي العظام اللي هنا لان كلها مكسرة، فاني راح اطلع وحدة وحدة. هذا تشوفون هاي تشوفون كل هذا اطلع بيها العظام لحد ما ارتبها زين. هسه اني ان شاء الله طلعت العظام. تشوفون كلها طلعتها من الفخاذ. هي تشوفون هاي العظام. طبعا عملية التكسير من كسرتها بالمطرقة كانت كلش سهلة الشغلة، بحيث يعني بسرعة طلعتها. شوفي هسه هذا الفخذ خالي من العظام، وهذا اللف هيات القفص الصدري هياته حتى بحيث فارغة من كل عظم. فهسه انا شو اسوي؟ راح احضر بعض الخضار حتى احشي بيها الدجاجة، ولما انظف المكان ان شاء الله. شو هسه اني ان شاء الله بعد ما نظفت المكان دا تشوفونه. هذا خلينا نشوف هذا الفخذ وين صار. هياته هسه راح اخلي هذا الخضار اللي موجود. اول ما ابدي اخليه هنا حتى يصير شكل الدجاجة، يعني اخليه بالفخذ حتى يبين شكل الدجاجة. هنا انا خليت جزر، شو حتى هنا اوريكم اياها. هياته جزر وشوندر
شجر. واذا عندكم بعد خضار هذا تشوفون الفخذ صار هنا همينه نفس الشي. هم اسوي الفخذ الثاني حتى أنا عندي الفخذ يصير كامل بياته. انت حتى يصير عندي كامل. هذا من اخليه شوندر اقول العفو الشجر. اذا انتم هم عندكم بعد خضار تقدرون تخلون. هسه اني هذا الموجود عندي. هسه بعد ما وقفت الفرن تشوفون. هسه راح اخلي هنا وبعدين اسد الدجاجة. انتم بهالحالة هم تقدرون مثلا تسوون بيها تمن، تحشوها بالتمن، يعني هذا الشي راجع لكم. ليش ما تحشوها برغل، تمن، اي شي ما طول سحبتوه. او مثلا تقدرون تشووها هيجي عادي تشووها. الثاني هالمرة حبيت ان اخلي بها خضار لان يعني حتى يصير اكل صحي. طبعا بالنسبة للتتبيلة نفس التتبيلة اللي سويت بيها الدجاجة السابقة اللي حشيتها دولمة بالفيديو سابق. هسه راح اخلي جبن عليها حتى شنو اثبت. اذا عندكم موزاريلا ما بيها شي مو فد اشكال. انا هسه عندي من هذا الشرائح للذوق. وبعدين ان شاء الله ورا ما اخلص عندي اخيط الدجاجة حتى تصير دجاجة كاملة. او تريدون تسووها رول كيفكم. هاي هيك راح اخيط من هنا ابدي اكمل الخياط. هسه بس اغسل ايدي ونرجع. هسه اني ان شاء الله تشوفون شلون خيطتها منا. بقى بس هاي الجهة يعني اخذتها الخياط، اخذت الخياط من جوا وصعدته لفوق. تشوفون شكلها للدجاجة. هسه راح ابدي اخيط من هنا واكملها واخليها بالتبسي. بعد من هنا راح ابدي اخذ. هسه اني تشوفون خلصت الخياط مالتها وراح اخليها بالكيس الحراري. تبقى انتو بكيفكم، يعني تريدون تخلونها بكيس حراري، تريدون تخلونها هيك بالتبسي رأسا مباشرة وتخلوها بالفرن، هذا الشيء راجع لكم. بس انا دائما احب اخلي الدجاجة بالكيس الحراري حتى تاخذ. هذا تشوفون شكلها. الرأسن هسه مفرغة من الهواء. وأنا فاتحة الفرن على درجة حرارة 180. وبقى يعني أي واحد كل واحد والفرن مالته زين. فأنا هسه راح أشكلها وأخليها بالتبسيط او بايركس اي شيء اللي عندكم وتخلوها بالفرن. ان شاء الله نشوفكم بعدين ورا ما تخلص. اقول لكم انه انا من خليتها بالتشيز وخليتها هاي لازم شويه ازرف التشيز هاي تشوفون حتى
الهواء يطلع من يمه. وهسه راح اخليها بالفرن. بسم الله. هسه انا طلعتها ان شاء الله من الفرن وهي تشوفونها. هسه راح بس خليتها راسي. هسه راح افتح الكيس واطلعها. تشوفون وياته شلون مستوية، حتى الجلد مالتها وياته. الريحة ما اقول لكم في الشي الريحة خرافية والله العظيم. زين هذا الجلد، طبعا الجلد لازق على الكيس. هسه راح انقلها بالماعون. وهذه ان شاء الله بعد ما فصلتها من الكيس. وهذا الصوص اللي نزل من يمها، وهذا سويت وياها تمن احمر. وهسه راح تشوفون شلون ما حفتحها. هاي فتحتها طبعا لان هي خالية من العظم، مسحوب من يمها. وهسه تشوفونها شلون فصلتها، منظرها الشي هذا الطبق. هسه اوريكم اياها شوية. وهذه تشوفون شلون الدجاجة والطبقات المحشية خضار مسحوبة العظم. هاي شكلها. وهذا سويت وياها تمن. وهاي الصوص مالتها. هاي نقدر ناخذها نشيلها. زين الدجاجة نشيلها هي عادي، شلتها وتخلوها هنا. طبعا هذا الخيط بعدني ما سحبته. هاي سحبت الخيط. وهاي دجاجتنا ان شاء الله مسحوبة العظم. وهذه هم النص الثاني. ولا تنسوني باللايك شير، فعلوا الجرس يوصلكم كل جديد ان شاء الله.